شخص سادي بيستمتع بتعذيب ضحاياه، والبنت اللي قتلها دي كانت أستاذته في الكلية. بيبدأ فيلمنا ببنت جميلة مستنية شاب اتعرفت عليه، وبتطلع بره المطعم توصف له المكان وتحاول تقرب له علشان تلاقيه، ولكننا بنتفاجئ بأن الشخص اللي بيكلمها استدرجها علشان يقتلها. بنكتشف سوا إنه شاب اسمه جيسون، شخص سادي بيستمتع بتعذيب ضحاياه، واللي قتلها دي كانت أستاذته. بيروح جيسون بعدها البيت اللي عايش فيه هو وصاحبه اللي مختل زيه، وبعد شوية بيلاقي تليفونه بيرن ورقم جريج صاحبه بيظهر. بيرد عليه وبيلاقيه مغير صوته، وبيفكر وقتها جيسون ان جريج بيعمل فيه مقلب، وبيبدأ يحكي له على اللي حصل له في يومه. وبيفتح التلاجة ويلاقي صاحبه مقتول في التلاجة، وفي نفس اللحظة بيطلع شخص من ورا جيسون وبيخلص عليه زي ما خلص على صاحبه. بنيجي لسام اللي عند دكتورها النفسي وبتحكي له انها تعرضت هي واختها الصغيرة لمحاولة قتل عن طريق حبيبها ريتشي المختل عقليا، وإنها عندها تراست ايشوز من وقتها ومش قادرة تثق في حد تاني. وبتعترف للدكتور بتاعها إن أبوها كان قاتل متسلسل، وإن دلوقتي طالع عليها إشاعة إنها كمان زي باباها. بترجع سام لبيتها وبتدور على أختها اللي بقت تقلق عليها قوي بعد آخر حادثة تعرضوا لها. وصاحبتهم كوين اللي بتعيش معاهم في البيت بتقول لها ان تارا راحت حفله مع اصحابها، وهنا بتقلق سام وبتنزل علشان تشوف تارا. بنروح لتارا اللي بتحاول تتعرف على شاب ويستغل انها مش في وعيها، بس على طول بيظهر صاحبها ويمنعها، وبتوصل سام وبتضرب الشاب بالصاعق الكهربي علشان ما يقربش لاختها تاني. تارا بتتحرج من تصرفات اختها وتقول لها انها مش صغيره على المواقف اللي بتحطها فيها دي، وان ليها حياتها ومساحتها الشخصيه. في الوقت ده بتكون سام في مدخل العماره مع جارها وحبيبها السري، واللي مش عايزه تعلن علاقتهم لحد ما الامور تستقر وتحس انها مطمنه على نفسها وعلى اختها. بعدها بتطلع سام البيت وبتلاقي هي واصحابها في التلفزيون جريمه قتل جيسون وجريج وفي قناع جنبهم. بتقلق سام لما بتشوف ده وبتعرف ان في قاتل متسلسل جديد ظهر. بتقرر سام انهم هيمشوا ويسيبوا المدينه، فتتخانق معاها تارا. وفي الوقت ده بيرن عليها ابو كوين محقق الشرطه، وهو اللي هيحقق في قضيه جيسون وجريج، وبيقول لها انها لازم تيجي تقابله علشان لقوا البطاقه بتاعتها جنب الجثه. في الطريق وهي رايحه هي وتارا لاسم الشرطه بيجي لها اتصال من رقم ريتشي ده اللي هو حبيبها القديم المختل اللي عايز يقتلها وهي قتلته. بتقلق وبترد سام على الكل دي، وبتكتشف ان ده القاتل الجديد اللي بيعترف لها انه استمتع بقتل جيسون وجريج ومش هيرتاح غير لما يقتلها هي واختها. وبيظهر فجاه السفاح المقنع اللي كان هيقتل تارا، بس بعدها بيقدروا يهربوا منه ويدخلوا سوبر ماركت. بيحاولوا يستنجدوا بالناس اللي فيه، ولكن القاتل بيقتل اي حد يقف قدامه. وقتها بتيجي الشرطة، ولكن القاتل بيقدر يهرب. بيتحقق مع سام وتارا، وبتبقى سام مستغربة ازاي بطاقتها وصلت للقاتل. في الوقت ده بتظهر محققة فيدرالية اسمها كريبي، كانت اتعرضت قبل كده للطعن من قاتل متسلسل مقنع، عايزة هي كمان تحقق في الموضوع ده. مش بتهتم سام لانها بتكون عايزة تاخد اختها ويسيبوا المدينة كلها، لكن الضابط بيقول لها ان هي وتارا ممنوعين من السفر لانهم على قائمة المشتبه فيهم. وهم في طريقهم بيقابلوا مجموعة من الصحفيين أشهرهم جل، واللي لما بتشوفها سام وتارا بيتضايقوا وبتضربها تارا بالبوكس في وشها لأنها كانت معاهم قبل كده في الحادثة اللي حصلت، واستغلت ده وكتبت عنه كتاب وقالت إن سام مختل عقليا زي أبوها. جل عملت كده علشان تحقق الأرباح، وكانت حجتها إنها لو ما كانتش عملت كده كان ممكن أي حد تاني يستغل ده ويعمل كده، وبتطلب منهم السماح لكنهم بيرفضوا. بعدها بيتجمعوا في البيت كلهم، ولكن هنا بيحصل اللي ما كناش نتوقعه. بيقدر يدخل القاتل البيت وبيكون موجود في أوضة كوين. بيشوفوا داني جارهم وحبيب سام اللي بيحاول يتصل بسام علشان يحذرها لكنها مش بترد. بعدها بيبعت لهم القاتل كلهم صورة كوين وهي ميتة ويبدأ يطاردهم، وبيقدر ينزل تشاد وتارا من المبنى، وبتدخل سام وباقي البنات في أوضة ويقفلوا على نفسهم. بيحاول داني يساعدهم وبيوصل سلم من شباكه لشباكهم، وبتقدر سام تهرب وبعدها صاحبتهم التانية. ولكن صاحبتهم التالتة وهي على السلم بيهز القاتل السلم علشان تقع، وفعلا بينجح في ده والبنت بتقع وتموت. بيهرب القاتل لأن الشرطة كانت تحت البيت، وبيروح سام وتارا البيلي علشان يواسوه على موت بنته، فبيبلغهم بحزن شديد إن الشرطة رفعت منه القضية علشان موت بنته، بس هو هيفضل يحاول لحد ما يخلص على القاتل ده. نيجي بقى لتشاد اللي بيشك في صديق ليهم اسمه إيسان، لأنه في الفترة اللي حصلت فيه الحادثة ما كانش موجود، وبيتخانق معاه، لكن إيسان بيقوله إنه كان في كورس دراسي
احتراسي وان كان في ناس كتير معاه يقدر يتأكد منهم، بس بيفضل محل شك بالنسبة ليهم. بعدها بتيجي جيل اللي بتقنعهم انهم يشيلوا خلافاتهم الشخصية على جنب وانهم يسامحوها، وان خبراتها كصحفية وانها تعرضت لده كتير هيقدر يساعدهم، فبيقتنعوا وبيقبلوا يسامحوها. بعدها بتعرفهم جيل ان جيسون وجريج كانوا واخدين مكان سري مفيش اي حد يعرف عنه اي حاجة، فبيقرروا كلهم يروحوا ويشوفوا الكلام على ايه، يمكن يلاقوا حاجة توصلهم للقاتل. بيوصلوا المكان وبيكتشفوا انه كان زي متحف مجمعين فيه كل حاجة خاصة بجرائم القتل المتسلسل، حتى الأقنعة بتاعت السفاحين كانت موجودة. وبيكتشفوا ان جيسون وجريج كانوا بيعملوا كده لهوسهم بالقتل مش لأي غاية تانية، لكن القاتل المقنع اللي عايز يقتل تارا وسام شكله عنده أسباب تانية. بعدها بيخططوا انهم يعملوا لعبة يمكن يمسكوا بيها القاتل، لكن كريبي مش بتقبل ان جيل تشارك لانها صحفية. طب ايه هي اللعبة؟ اللعبة هي انهم يسيبوا تارا وسام ماشيين من غير اي حراسة علشان لما القاتل يكلمهم يقدروا يحددوا مكانه. وفعلا بينجح مخططهم وبيرن القاتل اللي بنتفاجئ انه عارف مخططهم ده، وبنكتشف وقتها انه في شقة جيل علشان يقتلها. بيحاولوا يجروا علشان يلحقوها، وبيوصل فعلا لجيل اللي بيطعنها وخلاص هيخلص عليها، وفي اخر لحظة بتدخل سام وتارا يضربوا عليه النار، لكن بيقدر يهرب تاني. بعدها بتيجي الشرطة والإسعاف اللي بيحاولوا يلحقوا جيل. بيتفق الرباعي تارا وسام وتشاد وأخته إنهم لازم يتخلصوا من القاتل ده، وبيتفقوا إنهم يروحوا المتحف علشان يخلصوا عليه هناك. وهم في الطريق مش بتلحق أخت تشاد تركب معاهم المترو هي وإيسان، فبينفصلوا عن بعض وبيركبوا المقطورة التانية. بتوصل كريبي وتارا وسام المتحف وبيستنوا المحقق بيلي وبقية الجماعة، ولكن في الوقت ده بيتصل بيلي بسام وبيبلغها انه عمل تحريات عن كريبي وعرف انهم مشوها من الشغل وانها مختلة. تارا وتشاد بيكونوا مع بعض وبيعترف لها بالحب، ولكن يا فرحة ما تمت، بيهجم عليهم القاتل وبتوصل سام وتشاد علشان خاطر يخلصوا عليه. بعدها نكتشف ان في قاتل تاني، بيمسكوا تشاد وعايزين يقتلوه قدام تارا بطريقة وحشية، بس تشاد بيقول لهم اهربوا. الاختين بيهربوا ويتملكوا نفسهم، ولكن القتلة بيلحقوهم. وفجأة بتظهر كريبي اللي بتضرب عليهم نار، فبيستغربوا لانهم كانوا شاكين فيها. وفجأة بيظهر بيلي. بنتفاجئ اكتر لما بنلاقي ان القتلة الاتنين التانيين دول ابنه إيسان وبنته كوين اللي زيفوا موتها، وانهم اخوات ريتشي حبيب سامي القديم، وانهم بيعملوا كده انتقاما لروح ريتشي. قبل ما يقتلوا البنتين بتدخل كريبي اللي لسه عايشة وتضرب النار على بيلي، وبتقدر تارا تطعن إيسان وتموته، وسام تخلص على كوين، وفي الاخر بتخلص على بيلي ابوهم بنفس الطريقة اللي كان بيستعملها علشان يقتل اي ضحية. وفي اخر الفيلم الاسعاف بتاخد كريبي وتشاد اللي طلع عايش باعجوبة، وبيقرروا يروحوا لدكتور نفساني علشان يتجاوزوا اللي حصل ليهم ده ويعيشوا حياة طبيعية مع اصحابهم وحبايبهم. لو الفيلم عجبك ما تنساش لايك وشير وفولو علشان تتابع كل جديد على الشانل.